تشرف بأداء القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود اليوم في روضة خريم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز بمناسبة تعيينه وزيرا للتربية والتعليم، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بمناسبة تعيينه أميرا لمنطقة مكة المكرمة. القسم أمامكم رعاكم الله كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وزيرا للتربية والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. بارك الله فيك. وكذلك يا سيدي يؤدي القسم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة تعيينه أميرا لمنطقة مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل. بارك الله. كما تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد مبارك وزملائه في مؤسسة النقد. مبارك وزملائه في مؤسسة النقد. أستاذ هاشم الخير، سيدنا طال عمرك نتشرف بتقديم خطاب التقرير السنوي إن شاء الله. شكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا لكم.